يعمل مدرب المنتخب المغربي على تعزيز صفوف المنتخب بأبرز المواهب الصاعدة من الأصول المغربية خلال استحقاقات قادمة، حيث بدأ يتحرك لاستقطاب موهبة انتر ميلان أيمن الزوين صاحب 18 سنة، خاصة بعد تصعيده إلى الفريق الأول أخيرا في انتظار انتزاع مكانه الأساسي خلال المباراة القادمة. وجعل تألق أيمن الزوين المدرب إنزاغي بضم إلى تدريب الفريق الأول، وهو ما قد يدفع المدرب وليد الركراكي إلى استدعائه في المعسكرات المقبلة من أجل الاستئناس بأجواء المنتخب المغربي. ومن المرجح أن يلتقي المدرب باللاعب الواعد أيمن، وذلك لمعرفة مدى استعداده لتمثيل منتخب المغرب خلال المرحلة القادمة، لا سيما أنه مقبل على محطات حاسمة سواء بالنسبة إلى المنتخبين الأولمبي أو الأول. ولا يقتصر اهتمام مدرب المنتخب الوطني المغربي الركراكي على أيمن الزوين فحسب، بل يشمل عدة مواهب صاعدة في مختلف الدوريات الأوروبية. لهذا فالغرض من جولة الركراكي الأوروبية حاليا هو لقاء عدد من النجوم الواعدين المتألقين في صفوف بعض الأندية الفرنسية والإيطالية، وعليه قد تعرف القائمة النهائية المستدعاة لمباراتي تونس والبنين المقررة في شهر يونيو عدة مفاجآت وحضور لبعض الأسماء الجديدة.